اللائحه ولا الكريمات؟ الظلم على الكريمات، والله الا الظلم على الكريمات بالله. نعم. الكريمات الناس اللي كانوا محتاجين لهم هو الناس ديال المقاومه. من غير المقاومه ما كاينش شي حاجه ديال الكريمات، هادشي خص يكون العدل في هذا الشيء. نعم. يعني بزاف ديال الحوايج ديال الاوراق خصنا نوقفوا عليهم اختي في هذه البلاد عندنا. اليوم الناس وحنا نيت بدورنا نقدروا نسالوا في هذا الموضوع، ومن بعد يعني هما الكريمات تعلنات اللائحه ديال الناس اللي كيستافدوا منها، ولكن شنو غادي تكون الخطوه المقبله من رايك انت كمغربي؟ شنو رايك؟ يعني ما انا بعدا قضيه ديال الكريمه يعني ما بقاش فهمتي، القضيه ديال الكريمه خص يكون شي ديال المساواه، تكون شي حاجه ديال الدوله. نعم. تكون شي حاجه تكون ما بقاش في هذا فلان وهذا فلان، الكريمه دابا شكون اللي هو خدم؟ هو خدم بن فلان وبن فلان وبن فلان وبن فلان، هما الضعفاء مثلا كيموتوا. شنو رايك خاص يدار؟ يتلغاو كاملين؟ خاص هادشي يكون شركات ديال الدوله تدخل في الكريمات، يعني الزمن ديال الكريمات مشى ما بقاش. خاصنا نبديو بلادنا دابا، نبديو بلادنا بالعدل. لا شنو هي نبديو بلادنا بالعدل عمليا؟ شنو رايك خاصو يدار؟ باش غنبداو؟ انت سي سعيد سائق؟ يا اختي انا سائق. ديال اش بالضبط؟ سائق ديال الشاحنه. ديال الشاحنه، يعني هذا المسؤول هذا الموضوع كيهمك؟ بالطبع الحال كيهمني اختي. طبعا الحال انا المهم بعدا انا سائق، كنشوف الاصدقاء ديالي انا بعدا ديال السائق ديال السيارات. ديال السيارات ديال الاجره، وعندي ناس كنعرفهم بزاف ديال الناس اللي عندهم كريمات. يعني ما كيستحقوش هذيك الكريمات. يعني بهذا اللفظ هذا والله اختي ما كيستحقوها بالله. نعم. اذا قلتي باش يكون عدل في المجتمع في بلادنا، كيفاش خاصو يدار هذا العدل؟ كيفاش نوصلوا نحققوه؟ شنو هاد الناس اللي عندهم الكريمات تحيد لهم من رايك؟ شنو خاص يدار؟ شنو ممكن الحكومه دير والوزاره الوصيه دير؟ وهذا الانسان اللي ما محتاج الكريمه ما خصهاش تبقى عنده. وكيفاش غنعرفوا دابا؟ نحيدوا كل شيء عاد نبداو من جديد ولا كيفاش نديروا؟ لا المهم كاينين شي ناس اللي كيستحقوها، وكاينين شي ناس واحد 90% ما كتستحقهاش. كيفاش نحددوا هذا الاستحقاق؟ على اش من على السميات، على الوظيفه، على المداخيل؟ كيفاش نشوفوا هاد الناس؟ انت غتبقى عندك الكريمه انت نحيدوها لك. المهم انا كانت عندي كريمه نديروا مثلا انا عندي كريمه وعندي مشاريع اخرى كنخدم بها. دوك اللي عندك مشاريع اخرى نحيدوا لك الكريمه. ما خصنيش الكريمه ما خصهاش تكون عندي. نعم. او ربنا او يكون عندي غير شي دخل مزيان للمستحق. انا الكريمه ما خصنيش الكريمه لما كتعطى الكريمه كتعطى لواحد الناس كتجازيهم بالدوله على واحد العمل قاموا به. نعم. لصالح هذا الوطن، يعني كتعتبر ناس وطنيين. نعم. ناس المقاومه ديال سي سعيد شكرا لك على اختيارك الاصوات. وبالنسبه اختي للكريمات تفضل. بالنسبه للكريمات كيف ما هذا الشجاع هذا، لان ما كاين حتى شي ما عمر دا شي وزير ولا شجاع بحال هذا، وهذا الانسان شجاع. وهاد الناس هادو الا كانوا تيبيعوا الحشيش غادي يكونوا يخافوا على راسهم. الا كانوا ما تيديروا حتى حاجه راه خاصو يقول لك هي عندي كريمه، والانسان يقولها بهذا ما فيها حتى شي حاجه، هذا ما قال شي حاجه ديال العيب. عندي هي راني تنزاول واحد وعاطيناها، وعلاش غادي بنادم يقول لا راه ما عنديش؟ انا نعطيك واحد الاقتراح. انا كنت في السعوديه واحد الوقت تنشتغل في الماكينه. بالنسبه ديال نعطيك واحد الحل كيفاش خاص يكون. هو سبحان الله العظيم حنا علاش ما نكونوش تنبحثوا على الاحسن؟ في السعوديه دايرين شركه ديال السيارات، بحال نقدروا نقولوا هذه وهذه تبيعوا السيارات. انا لا داعي لذكر اسمائهم. كتنوض انسان وهذيك الشركه تعطيوها واحد المقدار ديال الطوموبيلات، تقول لهم هادو ديريهم كريم ديريهم تاكسيات. نعم. تنوضوا هذاك تيجي عندك ولا هذاك تدفع الورقه ديالو، تيجي عندك الشركه تعطيه ديك السياره فيها النمره ديالو داك الشيء. تنوض تيبدا خدام بها، تعطيوه على مده 4 سنين 5 سنين. يكملها في الفلوس ديالها، تيقول يسير راه الكريمه والطاكسي ديالك حلال عليك طيبا. نعم. شوفي الطريقه الناس كيفاش دايرين. دابا واحد مسكين دابا قال لي واحد قال لي شاد من قرون واخا تيحلب، ما عرفنا كيفاش داير والحليب علاش لا ونكونوا واقعيين. صح. احنا علاش هذاك هو اللي يستحق الاخر النهار كامل. كاين اللي مسكين، كاين اللي يخيموا عليه الحوز نمشي مول طاكسي تشوفيه ما على حال النهار كامل هو يضرب وتيقول لك يلاه شاط ليا 40 درهم ولا 50 درهم. حنا غادي ناخذوا مكالمات واحده اخرى سي عبد الرحيم. بالنسبه للكريمات ما عنديش حق ديالي بزاف هذا الموضوع، ولكن انا منافي خاصهم تعطيو الناس زعما سهل باش نعرفوا اللي خصو عنده الحق وما عندوش. كاين شي حد معاق، كاين شي اسره اللي ما عندهاش دخل، هادو يمكن تعطى لهم. شكرا لك كثير سي يوسف.